شكرا سيادة الرئيس. طبعا احنا بنعزي الشعب المصري كله، مفيش حاجة اسمها مسلم ومسيحي، مسلم ومسيحي بيساوي مصر. الارهاب بيطولنا كلنا، الارهاب ما بيقولش ده انا بضرب فلان وبضرب علان، لا ده احنا كلنا مستهدفين، سواء دولة عايزة تسقط مصر، والدول دي معروفة يا ريس. الناس اللي موجودة في السجون دي يا ريس بنعمل بيها ايه؟ بنوكلها ونشربها وخلاص. ما نعمل احكام الاعدام والاجراءات الجنائية والمحاكمات العسكرية يا ريس نطبقها. يعني انا عندي في محطة مصر مثلا، وانا جاي النهارده الصبح وانا بركب القطر بسالهم، بقول لهم المكنه بتاعه التفجير دي شغاله ولا مش شغاله؟ قال لك دي عطلانه بقى لها اكتر من سنه. يبقى فين الاجراءات يا ريس؟ اللي دخل الكنيسه بحزام ناسف، فين الاجراءات التامينيه لها؟ كل الحاجات دي يا ريس لازم يكون لها تامين. الشعب المصري بيغلي، الشعب المصري بعت لنا على الرسائل دلوقتي على الفيس بيقول لنا انتوا عملتوا ايه؟ كنواب عملتوا ايه؟ احنا اللي منطلين في الشارع، احنا اللي الشارع ماسك فينا، احنا مش ماسكين في الحكومه، ماسكين في النواب. يقول لك مجلس برطمان شكرا.